السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في صندوق الأسود. النهاردة جايبلكم واحدة من أغرب القضايا اللي ممكن تسمعوا عنها. تخيلوا معايا زوجة مصممة تخون جوزها لدرجة إنها عملت خطط جهنمية. مرة جابت عشيقها في صورة شيخ يقرأ قرآن عليها ويقنعوا الناس إنها ممسوسة، ومرة تانية استأجرت واحد يمثل إنه دكتور علشان يضحكوا على أهل جوزها. لكن النهاية كانت صدمة للجميع. خلونا نرجع لأول القصة بدأت في قرية تابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية. راجل اسمه عنتر، راجل طيب ومحترم، صنايعي رخام، معروف بأخلاقه وشطارته. متجوز سماح بقالهم 11 سنة وخلفوا 3 أولاد. لكن مع مرور السنين عنتر تعب صحيا، ده أثر على حياته الزوجية. وهنا ظهر مسعد ده صديق عنتر اللي كان بيشتغل معاه وبيعتبره أكتر من أخ. عنتر كان دايما بيحكيله كل مشاكله وطلب منه يساعده بالأدوية والمنشطات. لكن مسعد استغل الثقة دي وتسلل لبيت عنتر لحد ما بقى في علاقة محرمة ما بين مسعد وسماح مرات صاحبه. سماح كانت بتدخل عيالها أوضة وتشغل لهم التلفزيون وتخلي مسعد يدخل عليها. مع الوقت وجوده في البيت بقى طبيعي، صديق العيلة يعني اللي الكل شايفه داخل وخارج. لكن لما الناس بدأت تشك، سماح ومسعد عملوا خطة جديدة. قالوا لعنتر إن مراتك ممسوسة، وبدأ مسعد يمثل دور شيخ. جاب بخور وفضل يقرأ عليها قرآن وجلسات علاج، وسماح بتمثل إنها بتتحسن. عنتر الغلبان صدق وفرح إن مراته بتخف. 3 شهور تمثيلية لحد ما الحما بدأت تشك ايه حكاية مسعد اللي ما بيفرقش البيت ده. سماح وعشقها حسوا ان الدور ده خلاص اتحرق، فقرروا يغيروا الخطة ويشوفوا خطة اخطر، التخلص من عنتر نهائي. بدأوا يحطوا له سم في الاكل تدريجيا واحدة واحدة علشان ما يبانش عليه. حالته الصحية بقت في النازل وبدأ ينهار. عنتر وامه اصروا يروحوا لدكاترة، لكن سماح عارفة ان لو كشفوا هيتفضحوا. فاتفقت مع مسعد يجيب واحد ويلبسه بالطو ابيض وسماعة ويمثل دور دكتور. وبالفعل دخل الدكتور المزيف، كشف كشف تمثيل وقال مجرد التهابات بسيطة. لكن الأم ما اقتنعتش، شكل ابنها ما كانش شكل التهابات. بدأت تشك أكتر لحد ما في الآخر زودوا جرعة السم وعنتر مات. الناس قالت راجل كان تعبان من شهور ودي نهايته الطبيعية. اتدفن والدنيا عدت ومحدش خد باله من أي حاجة. لكن ربنا كبير وده حق واحد راح عند ربنا، فلازم ربنا سبحانه وتعالى يجيب له حقه. وهنا بعد 40 يوم زي ما بيقولوا كده ال40 بتاعه بيعملوا عزا صغير كده لتاني مرة، بيكون ده في الأرياف. ويوم العزا ده بنت سماح الصغيرة مسكت موبايل أمها ولعبت فيه. سماح أول ما شافتها اتخضت وجريت وراها تاخده بسرعة. الحركة دي لفتت نظر أم عنتر وقالت الموضوع مش طبيعي، في حاجة. هي خايفة ليه إن البنت تمسك تليفونها وإيه اللي ممكن يكون جوه التليفون ده، رغم إن شايفاها الفترة اللي فاتت طول الوقت حاطة التليفون على ودانها وده جوزها لسه متوفي. الأم بدأت تراقب أرملة ابنها لحد ما قدرت تسرق الموبايل. ولما فتحوه لقيوا الكارثة، رسايل بين سماح ومسعد
بيخططوا للقتل، فرحانين بموت عنتر، ويتكلموا عن جوازهم بعده. البلاغ اتقدم للنيابة، وهنا الجثمان طلعوه من القبر واتحلل، والطب الشرعي أكد إن عنتر مات مسموم. اتقبض على سماح ومسعد وتحولوا للمحاكمة، وفي الآخر اتحكم عليهم بالإعدام، وتحولت أوراقهم للمفتي. وهنا ناخد العبرة، الخيانة مش بس بتخرب البيوت، أوقات بتوصل للقتل، والثقة العمياء ممكن تكون نهايتها كارثية. صاحبك ده صاحبك على القهوة، ما تدخلوش بيتك وما تسلموش أسرارك. ربنا يرحم عنتر ويجعل قصته دي تحذير لغيره. قولولنا رأيكم في التعليقات، الزوجة دي تستاهل ايه؟ دي كانت حكايتنا النهاردة. لو عجبتك ما تبخلش علينا بلايك واشترك في قناة الصندوق الأسود علشان تتابع كل جديد. أشوفكم على خير في الحكاية اللي جاية. سلام.